السلام عليكم أيها الأصدقاء، أتمنى دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. ليه 90% من المبتدئين على منصة اليوتيوب بعد فترة بيصابوا بالإحباط ويتركوا صناعة المحتوى خالص؟ أو في جملة أدق، إيه سبب الفشل على منصة اليوتيوب؟ ركز جدا جدا في الفيديو ده، لأنه صدقني هيفرق معاك كتير وهيوريك إنه الدنيا مش وردي على منصة اليوتيوب، وهيعرفك عن اليوتيوب اللي محدش بيقولك عليه. بصراحة يا صديقي العزيز، في أسباب كتير للفشل على منصة اليوتيوب، ودول اللي هنعرفهم في الفيديو النهاردة علشان تتجنبهم وما يجيش فترة يخلوك تسيب صناعة المحتوى على منصة اليوتيوب. وزي كل يوم جهز المشروب الجميل بتاعك، وكالعادة جهز الورقة والقلم علشان تكتب التفاصيل المهمة في الفيديو. أولا، اليوتيوب مش بيدي دولارات بدون مقابل. معظم اللي بيبدأوا على منصة اليوتيوب وبيفتحوا قنوات ده بيبقى علشان السعي وراء الدولارات، وده شيء مش سيء، بس لازم تفهم علشان تبدأ تاخد فلوس من منصة اليوتيوب لازم تتعب، لأنه ممكن فيديو واحد ياخد منك وقت 5 ساعات علشان تعمله، ما بين البحث وكتابة السكريبت والتسجيل والمونتاج وعمل الصورة المصغرة والبحث عن الكلمات المفتاحية للوصف والعنوان وهكذا. يعني اليوتيوب مش بيدي فلوس بالساهل زي ما ناس كتير بتقول اليوتيوبرز بياخدوا فلوس وهم مرتاحين، وده كلام ما حصلش. ثانيا، عامل الوقت. في بدايتك على منصة اليوتيوب لازم تعرف انك مش بتاخد دولارات من اليوتيوب الا بعد فترة طويلة، وده على فكرة مش كلامي، دي دراسة تم اجراها على اليوتيوبرز عالميين زي مستر بيست وابو فيلا. وعلى فكرة كنا عاملين على القناة فيديو رائع بيتكلم عن مستر بيست وابو فيلا وازاي بدأوا على اليوتيوب وايه الخطوات اللي مشوا بيها، وازاي تستلهم افكار النجاح منهم علشان تنجح على منصة اليوتيوب. هتلاقي رابط الفيديو في الوصف وفي علامة الاي اللي هتظهر دلوقتي. اسمع الفيديو وركز فيه قوي، هيفرق معاك وهيعرفك ازاي تبدأ صح على منصة اليوتيوب. وبما اننا بنتكلم عن عامل الوقت، فابو فيلا اللي حاليا معاه 33 مليون مشترك وارباحه الاف الدولارات، ومستر بيست اللي معاه اكتر من 130 مليون مشترك وارباحه ملايين الدولارات، ما نجحوش الا من بعد 3 سنين من شغلهم على منصة اليوتيوب. ودول أهم حاجتين لازم تعرفهم قبل صناعة المحتوى على منصة اليوتيوب، إنه محدش بياخد فلوس من يوتيوب بالسهل زي ما ناس كتير فاكرة وناس كتير بتقول، ولازم تصبر وتكمل وتشتغل بجهد علشان تبدأ تنجح على اليوتيوب. وصدقني لكل مجتهد نصيب، ولو انت عملت زي ما انا بقولك وتابعت فيديوهات القناة بتاعتي وعرفت كل اللي انا بقوله لك ومشيت على الخطوات خطوة بخطوة، هتنجح وربنا هيكرمك بكل اللي بتتمناه على اليوتيوب وغيره. اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهارده. لو مهتم بيوتيوب والربح من الانترنت يبقى دي القناه اللي انت بتدور عليها. اشترك في القناه وفعل الجرس على كل الاشعارات علشان الفتره اللي جايه في فيديوهات هتساعدك على النجاح على اليوتيوب والاستثمار والربح من الانترنت. وما تنساش مشاركه الفيديو مع اصحابك علشان يستفادوا، وكمان ما تنساش اللايك الجميل والكومنت الجميل. اتمنى دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده.